السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله حبايب قلبي هنعمل الكوارع بطريقة سهلة جدا. معايا هنتي الكوارع، ومعايا بصل، ومعايا قرنين فلفل، ومعايا بابريكا وكزبرة وكمون، ومعايا توم مفروم. هبدأ هنا الاول، هنزل بقى بالبصل. دي طبعا طريقة جديدة جدا. ومعايا قرن فلفل. طول عمرنا كنا بنعمل الكوارع بالفت. المرة دي بقى نعملها بحاجة جديدة خالص. كملوا معايا لاخر الفيديو. هشوح بقى البصل مع الفلفل. اتمنى يا رب ان وصفة النهاردة تعجبكم. حاجة كده جديدة على طريقة جدودنا بقى دي. هنزل هنا بقى بالطماطم وبالثوم، وهشوح كله ده بقى مع بعضيه. هبدأ بنزل بالتوابل اللي هي البابريكا والسبع بهارات وكزبرة وكمون. هشوح كله ده بقى. يا سلام على الريح. بعد كده بقى هنزل بالكوارع، هشوحها تشويحة، واكون غليلها في الكاتل مية سخنة وانزل عليها. اشوحها بتاع حوالي 10 دقايق كده. لا، المعلقة دي مش قاضية مصلحة بقى دي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس. هنا معايا ورق لوري علشان كل الاشعارات كل ما انزل فيديو يشوف. هنا بقى هنزل بالمية سخنة. طريقة بجد جميلة جدا. انا متأكدة ان محدش عملها على اليوتيوب، وان شاء الله اللي هيجربها هيحبها. هنا بقى الملح، لان طبعا دي حلة بخار، فهحط فيها كل التوابل بتاعتها علشان اقفل عليها مرة وما افتحش تاني بقى لما تستوي. قلبي كل ده بقى ببعضه. هغطيها بقى وتعالوا نعمل بقى الصلصة بتاعتها. هنا بقى معايا حلة على نار فيها زيت او سمنة حسب ما انت عايزة. هبدأ انزل بالبصل، والثوم المفروم، واشوح بقى كله ده مع بعضيه. طبعا انا قلت انجز بالصلصة على طول لان النور كالعادة هيقطع وفعلا قطع. هنا بقى سكر علشان الحموضة، بابريكا، فلفل اسود، كمون، والملح. قلب قلب مع بعضيه كله ده. هبدأ بقى اشوف الكارح هنتي، هلاقيه ما شاء الله داب. طبعا الحلة اللي هي البخار يعني بتنجز بسرعة. هطلع بقى كله ده. انا كده طلعته وابدأ بقى اتخلص من العظم كده تمام. هروح منزلاها في الصلصة واقلب كله ده وياخد غلوة واطفي عليها. تعالوا نعمل مع بعضنا الصوص التاني. ادي اول حاجة اسمها كشك. للي ما يعرفش، مكان ما بتجيب السمن البقري والجاموسي الناس برضو بتبيعوا ده معايا هنا حوالي بتاع 6 أو 7 حبات، بخمرهم في مية. شايفينه؟ اسمه كشك. كده بقى انا خمرته في المية، وببدأ بالشوكة كده افركه. بجد يا جماعة اكلة جميلة جدا. ومعايا هنا حوالي بتاع 7 معالق من الدقيق. انا هنا بنزل هوت بالكشك. ولو عايزة تعيني الطماطم والحاجات اللي في الشوربة عينيها، مش عايزة خلاص. هبدأ بقى كده الكشك اخليه ياخد غلوة لما يطيب في المية في الشوربة.
ومعايا حوالي مج، بصوا مج من اللبن، انا اسفه، من الدقيق. المج ده حوالي بتاع 6 أو 7 معالق. بروح مقلباهم في ميه زي ما انتوا شفتوا كده، وبروح ضيفاها هنا في الشوربه. يبقى كده الشوربه ضفت لها المج الدقيق وحوالي 7 حبات من الكشك. وببدا انا اشوف هيبدا يربط معايا اهو. ده بقى الصوص التاني. يبقى كده حطيت مج دقيق في ميه وقلبتها، وحطيت 7 كشكات. حطيت الكشك الاول لما استوى، وبعد كده نزلت بالدقيق. هيبدأ يربط معايا خلاص. وكده كان جاهز معايا الصوص التاني. يبقى كده عملنا الصلصة وعملنا الكشك. تعالوا نشوف التاني. هنا بقى معايا بالتاو، حاجة كده شبيهة الرقاق، بس هما بعافية شوية متكسرين معايا هنا دي. لو كان معايا واحدة سليمة كنت وريتها لكم. ده متوفر عندك اوكي خلاص ماشي، مش موجود يبقى العيش اللي انت بتعملي بيه الفتة هتعملي بيه، بس طبعا بالبتاو اطعم واجمل. هنا انا كسرته، وهبدأ بالصوص ده هنزل على البتاو. يبقى لو ما عندكيش البتاو متوفر، هو بيبقى موجود في الاسواق، مكان ما بتجيب السمن والزبدة والجبنة والحاجات دي بتلاقيه برضو بيبيعوا الحاجة دي، وبيبقى موجود اكتر الحاجات دي في الارياف. نزلت بالصوص ده اهوت، اللي هو الدقيق والكشك على البتة، ونزلت بعد كده بالصلصة عليها، ونزلت بقى بالكارع رصيته كده. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.